بصوا الحلاوة، بصوا الجمال، بصوا الفطيرة مورقة ومنفوخة ازاي. هتبقي أستاذة فطير. تابعيني بس وشوفي الفيديو للآخر، هتعرفي 3 أسرار للفطير هتخليكي محترفة خالص في الفطير. الأول تعالوا نسموه بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي قناة أسرار الصلاة مع إمام شاهين. إن عجبكم الفيديو و... و... ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لي لايك حلو كده يرفع القناة، وتشتركوا معايا وتنوروني، وعايزة الحبايب المشتركين معايا جداد نورتوني وعلى راسي. الطريقة دي أسهل من الطريقة بتاعت الفيديو بتاعت المرة اللي فاتت. نفس المقادير بتاعت المرة اللي فاتت بس طريقة الفرد مختلفة وسهلة جدا جدا. أنا زي ما عملنا الفيديو اللي فات عملنا فطيراية برضو كبيرة، هنعمله برضو الفيديو ده فطيراية كبيرة هنعملها ب500 جرام. احنا الفطيراية بتاعت المرة اللي فاتت كنا عاملينها 400 جرام، دي ب500 جرام يا حبايبي، يعني نص كيلو. ماشي، النص كيلو ده هحط عليه معلقة سكر كبيرة ورشة ملح، وهحط المية بتاعتي هتبقى كوباية وربع كده مية. ان حابة ياخد منك معلقة مية كمان تمام تزودينه، ما حبش ياخد مية عشان الدقيق كل دقيق عن دقيق يختلف. وعايزة اقولك عايزين دقيق لجميع الاغراض، مش دقيق بقى ايه معين، لا لا لا، جميع دقيق لجميع الاغراض، وينفع دقيق سايب وينفع كل حاجه. ماشي يا حبايبي. هنا زي ما قلت لكم كده هنسميه بسم الله كده، انا هعجنها بقى عجنه حلوه. تعالي بقى اقول لك سر من اسرار، احنا قلنا 3 اسرار للفطير، تعالي اقول لك سر كده للفطير. اول حاجه اما تيجي تعجني الفطير، احنا طبعا هنحط له الميه اللي تقضيه، يعني مثلا خد كوبايه تمام، خد كوبايه وربع تمام. ماشي. هنمسكوه بقى هنعجنوه ايه بتاع 10 دقايق عجنه. هو بقى الفطير عايز عجنه حلوه علشان يعمل له عرق كده ويعمل يمط معاكي زي الاستك. يبقى دي اول سر من اسرار الفطير، لازم يتعجن عجنه حلوه قوي 10 دقايق. هو الفطير عايز عجنه حلوه قوي. ماشي يا حبايبي. عايزه تعمليه طبعا تضاعفي الكميه وتعملي كيلو و2 كيلو زي ما انت عايزه تجربي في كيلو تعملي واحده كبيره ونص كيلو، او تعملي النص كيلو يعني 250 جرام تمام. انا هنا بقى عجنته زي ما قلت لكم 10 دقايق، فصلت الكاميرا وعجنته عجنه حلوه. وجيت في الاخر بمعلقه سمنه او معلقه زبده صغيره، معلقه الشاي، وايه هشربها لها بتديكي ملمس طري كده وحلوه قوي للفطرايه. ماشي يا حبايبي. تعالي بقى اقول لك تاني سر من اسرار الفطير برضو. ماشي، انا هشربها لازم اشربها معلقه السمنه او نص معلقه السمنه الكبيره دي. ماشي يا حبايبي، لازم اشربها. بعد كده اغطيه واريحه بقى ايه ده تاني سر من اسرار الفطير، لازم يرتاح. كل ما تعجنيه هتسيبيه يرتاح. قرصته هنا الحته بتاعت التقريصه ما جاتش. بص يا حبايبي، انا هنا عملت ايه، عملت 9 فطاير صغيرين في حجم الليمونه الكبيره، وفطريه كبيره كده. ماشي يا حبايبي، عملت 9 صغيرين وعملت واحده كبيره كده زي الرغيف الكبير. وهفرده ايه، هفرده المره دي بالسمنه. هفرد بقى بالسمنه زي رغيف العيش، زي ما بتعملي العيش بالظبط، هيجري في ايدك. والله يا حبايبي جربوا الطريقه دي، سهله جدا خالص عن بتاعت من المره اللي فاتت. وطريقته برضو طالعه بصي قدامكم من غير ما اقول، شفتوا النتيجه في اول الفيديو. هفرده كده زي رغيف العيش، واحط بين طبقه وطبقه السمنه او الزبده بتاعتي. ماشي، انا كده عملت 3 وهعمل الرابعه اهي. وهسيبهم ايه، ممكن اقسمهم ايه، اعمل 4 و4 واسيبهم، وفي الاخر احط ال4 على بعض، هيبقوا 8 او 9 او 10 قرص صغيرين، وهحطهم على بعض. كل ما بين راق وراق هحط ايه السمنه. انا كده عملت 4 و4، ريحتهم خالص وحطيتهم فوق بعض. وزي ما قلت لك كل راق وراق مدهون ايه السمنه او الزبده اللي انت عايزه ايه متاح عندك تحطيها. ماشي يا حبايبي. عايزه تحطي معلقتين زيت في قلب السمنه او الزبده حلو قوي، ما بيدي برضو طراوه كده وبتدي ترويقه كده حلوه للفطيره. ماشي، انا كده بقى عملت ايه الفطاير الصغننه اللي كنت مقرصاها زي قلت لكم زي الليمونه الكبيره كده. وهمسك بقى الكبيره دي برضو هغرقها زيت سمنه كده وهفردها. انا هنا الصينيه بتاعتي صغيره فمش عطشاني مساحه افرد الكبيره دي قوي، بس برضو هحطها فوق منها دلوقتي وهتشوفوا الفرده بتاعتها. احنا كده قلنا سرين من اسرار الفطير. ماشي، انا همسك بقى الكبيره دي اجي حطاها فين فوق الطبقات، ال8 طبقات او ال9 طبقات بتوعي يا حبايبي. بصوا بقى الجمال. في بقى عندك اختيارين هنا، ممكن بعد ما تحطي الكبيره دي تيجي حطاهم مفرودين خالص في قلب الصينيه. ممكن تعمليهم تطبقيهم زي ما انا طبقتهم كده علشان تعرفي تشيليهم وتحطيهم في صينيتك. تمام، الطريقه دي معتمده والطريقه دي حلوه برضو. ماشي، انا الطريقه دي طلعت منفوخ ومورق وزي العسل لما طبقته التطبيقه دي وريحته.
ماشي يا حبايبي اهو الفطيريه بتاعتي طالعه مورقه. بص عايزه اقول لكم، بصي الفقاقيع اللي فيها دي هي دي من نجاح الفطيريه بتاعتي. انا برضو هسيبها ايه، هسيبها ترتاح. لازم كل لما اعمل اي حاجه في الفطيره اسيبها ترتاح. دي سر من اسرار النجاح الفطير. ماشي. انا هنا برضو لقيتها ديت، لقيتها برضو واخده راحتها خالص. يعني لقيت الفطيريه والله كنت لو فردتها كانت اتفردت كمان، بس سبتها 10 دقايق ورجعت فردتها بالشكل الحلو ده. ماشي يا حبايبي. طبعا ايه السر بقى من نجاح الفطيره برضو او فطير؟ هنسخن الفرن بتاعنا 10 دقايق قبل ما نشغله. هنسخنوه من فوق وتحت، وتيجي مطفيه الشوايه ومشغله عليه من تحت، بيطلع معاكي بنفس الطريقه اللي انت شفتيها دي.